حدوتة ديدي النهاردة فيها بنوتة عسولة قوي وشقية اسمها نهى. شعرها كيرلي ولابسة فستان لونه أزرق وعليه نجوم شكله حلو قوي. نهى كانت بتحب تلعب وتضحك وترقص وتغني، بس مشكلتها الوحيدة إنها كانت دايما بتتأخر، بتصحى من النوم متأخر، بتتأخر على مدرستها، بتتأخر على التمرين، بتتأخر في النوم، بتاخد وقت كبير في كل حاجة بتعملها. حتى لما ماما تقول لها يلا ناكل يا نهى كانت ترد كمان شوية، مش دلوقتي، لما خلص يا ماما. وبابا كان بيقول لها على طول يا نهى الوقت ما بيستناش حد، تقول له وهي بتضحك عادي يا بابا ما نخليه يستنى. وفي يوم من الأيام كانت نهى بتتمشى في الشارع وفجأة شافت محل صغير كده أول مرة تشوفه، عليه يافطة مكتوب عليها محل حاجة نونو، كل اللي ملوش حل ليه عندنا حل. دخلت نهى المحل وقعدت تبص يمين وشمال، لقت جوه المحل ست كبيرة شكلها غريب قوي لابسة هدوم كلها ساعات واسمها الحاجة نونو. قالت لها الحاجة نونو بصوت هادي انتي متأخرة صح؟ نهى استغربت قوي وقالت لها انتي عرفتي ازاي؟ ضحكت نونو وقالت وشك بيقول كل حاجة، عندي ليكي حاجة هتغير لك حياتك. وطلعت من درج صغير ساعة شكلها غريب قوي، فيها عقارب بترقص وكل ساعة فيها لون مختلف، وقالت لها دي اسمها ساعة الزمن الذكية، بس خلي بالك الساعة دي مش ساعة عادية، دي بتتكلم وبتراقب، ولو ما استخدمتيهاش صح ممكن توقف الوقت كله. نهى قالت بحماس يعني هقدر أخلي الوقت يقف؟ ردت عليها نونو لا، هتقدري تستغليه، وكل ما تعملي حاجة في وقتها الساعة هتنور وتغني، ولو كسلتي وتأخرتي هتطفي وتزمر. خدت نهى الساعة ومشيت وهي طايرة من الفرحة. اليوم الأول صحيت نهى الساعة 7 الصبح لوحدها لأول مرة من غير ما ماما تصحيها. الساعة نورت وقالت بصوت جميل برافو يا نهى، بداية ممتازة. نهى غسلت وشها وأسنانها ولبست وفطرت وخرجت قبل باص المدرسة ما يوصل. السواق قال لنهى مش معقول اللي قدامي دي نهى، وقالت له وهي مبسوطة ايه رأيك بقى في نهى الجديدة؟ رد عليها وقال لها ممتاز. تاني يوم عملت كل حاجة في ميعادها ورجعت من المدرسة، وبدل ما تقعد تلعب على التابلت فتحت الهوم ورك وقعدت تذاكر. الساعة نورت وقالت اللي هيخلص الهوم ورك بتاعه بدري هيلعب براحته بكرة. نهى خلصت كل حاجة وراها ولعبت كمان، وماما وبابا كانوا فرحانين بيها قوي. تالت يوم رجعت نهى تكسل تاني وتتأخر، قعدت قدام الكرتون وقالت هقوم بعد ما تخلص الحلقة. الساعة بدأت تطفي وزمرت توت توت انتي متأخرة، قومي دلوقتي يا نهى. نهى اتخضت وقامت بسرعة وقالت حاضر حاضر أنا بس نسيت. وفي يوم الأجازة قررت نهى تجرب حاجة، قالت للساعة طب ممكن أوقف الوقت شوية وألعب براحتي؟ الساعة نورت وقالت لو عارفة تظبطي وقتك ممكن ألعب معاكي شوية. وفجأة كل الناس حواليها وقفوا، العصافير في الهوا سكتت والعربيات في الشارع وقفت، وماما كانت بتحط الأكل على الترابيزة وقفت كأنها صورة. نهى قالت واو ده حقيقي. قعدت تلعب وتجري، بس بعد شوية بدأت تحس إنها لوحدها، وقالت كل حاجة واقفة، مفيش حد يضحك ولا يلعب ولا يتكلم ولا حتى ياكل معايا. قربت من الساعة وقالت ممكن ترجعي الوقت؟ أنا خلاص اتعلمت الدرس، الوقت لما بيضيع ما بيرجعش تاني. رجعت الساعة تشتغل وكل حاجة رجعت لطبيعتها. جريت نهى على ماما وبستها وقالت لها أنا اتعلمت خلاص يا ماما، لازم استغل وقتي صح عشان اتبسط بيه وما ضيعوش. ومن يومها نهى بقت عارفة أهمية الوقت، بقت بتصحى بدري وبتخلص الهوم ورك على طول في ميعادها وبتلعب بس في وقت اللعب، وكل يوم تقول لساعتها قبل ما تنام شكرا إنك علمتيني أهمية الوقت، واللي بيضيع وقته بيضيع ويفوت عليه حاجات حلوة كتير قوي. والساعة ترد وهي بتغني بصوت نونو
اللي بيظبط وقته يلاقي كل الدنيا حلوة حواليه ومتظبطة. ايه رأيكم حبايبي في حدوتة ديدي النهاردة؟ لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وشير للفيديو مع صحابكم وسبسكرايب للتشانل عشان يوصل لكم كل حواديت ديدي. بحبكم قوي. باي باي.